بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. طبعا انا اول يوم اصور بالليل، كنت تعبان جدا النهارده، بس في ناس عاوزه تنزل تجيب الموبايل تحسبا لان كل يوم الموبايلات بسعر. فانا جيت على نفسي ان انا اعمل لك الفيديو ده وانا تعبان. معلش استحمل بقى النهارده ان الاضاءه ضلمه والدنيا ملخبطه، بس الفيديو ده بناء على طلباتكم انتوا، مش قادرين تصبروا عشان اسعار الموبايل. موتو جي 60 ايدج برو، هل الموبايل ده حلو ولا لا؟ تيجي تسالني كمحمد مصطفى في المقدمه في اقل من دقيقه اقول لك الموبايل ده تحفه. ليه؟ تيجي تكلمني انا ما بتعاملش مع حد غير بلغه الارقام. الهونر 600 لايت عامل كام؟ عامل 23000 جنيه على نسخه، وفي نسخه عامله 21000 ونسخه عامله 22000، صح؟ من 21000 ل 23000 بمعالج ايه؟ دايمنستي 7100. عاملين لك الفريم ألمونيوم والظهر ازاز. بس قصه ان انت بتاخد جهاز من شركه محترمه، او كنتش برشحه لما كان عامل 32000 في عز الرخص، بس لما ينزل ل 23000 جنيه وحواليه الدنيا فاضيه، شابوه الموتوريلا اللي انا كنت بهاجمها في الوقت ده ممكن اهاجمك في المستقبل لو عليتي اسعارك. فانت بقى ما تروحش تتفرج على كلامي تقول لا ده متناقض. لا ده مش تناقض، انا بقى جاهز في مصلحتك، مصلحتي ثم نفسي. انا ماشي بمبدا كده وانت ماشي بمبدا كده وكل ماشي بمبدا كده. لما كان الجهاز وحش طلعنا قلنا عيوبه، الجهاز سعره اللي حواليه كله غلي وده رخيص، روح هاته فورا. ولو جيت قارنت ده بده، واحد بدايمنستي 7100 اليت ضحك بيلعب توم وجيري بالمشقلب هيخش يموتك وانت نايم على الارض، وهيقف يطلع لك لسانه كمان وانت مش هتشوفه بيلعب 60 فريم على بابجي بيقطعه. الموبايل بقى اللي انا جايبه لك ده النهارده ينافس بينافس، بص من الاخر، رينو 15 برو ماكس. ولما كنت بقول لك الهونر اكس 9 دي احسن من الفيفو في 60 لايت، ده خير كلام. ليه؟ الفيفو في 60 لايت لما غلي النهارده عامل كام؟ عامل 18000 جنيه على نسخه. الهونر اكس 9 دي والهونر 400 اول لما غلي اترفعوا كام؟ 12000 جنيه، وانت طالع من 8000 جنيه ل 12000 جنيه، صح؟ في موبايلات كده ناس مش عارفه قيمتها. انا وظيفتي ان انا اخليك تحط عينك على الصفقات الممتازه. فامان فنان بحبك في الله، لايكك وفولو، صلي على النبي. وانت شفت انا عملت ايه؟ الفيديو بقى ترند بتاع سامسونج ام 55 وسكاي لاين اتش ام دي، موبايلين ب 12000 جنيه بيصوروا 4K وبشحن وارث وبكاميرا تيليفوتو. ما تروحش تشتريهم ب 7 جين 1 اللي هو 7 جين 4. فبدل ما انا كمحمد مصطفى ان انا اروح اقول للناس، وعلى فكره باختصار برضه عشان نبدا بقى عشان انا طولت عليك انا اسف، بس انا بجاوبك على كل الاسئله اللي بتجيلك وبعمل لك المراجعه. وكل ده فيديو كام؟ ما بيكملش 10 12 دقيقه. عايزك تفهم قبل ما تشتري. الفيفو في 70 اف اي هيكون فيه مراجعه ليه عندنا على القناه، والفي 70 ان شاء الله. فامان فنان بحبك في الله، لايكك وفولو، صلى على النبي. مصداقيه ثم المصداقيه هتلاقي هنا عند محمد مصطفى. ويلا بينا تيجي بقى نبدا واحده واحده بالتصميم والاعتماديه. هل انت ممكن من العقل تاخد جهاز بطاريه 8000 ملي امبير او 7000 ملي امبير بمعالج كحيان وبكاميرا عقيمه؟ اسال نفسك الاسئله دي. طب هل اللي نجح محمد مصطفى في سنه ان هو يعدي ال 114000 في سنه واحده دي فضل الله ثم ايه؟ اللي هو بيتكلم صح. انا بقول لك الكلام الصح. خدته مني كشركه خدته، ما خدتوش بتخسر، كل يوم بخسرك. العند وحش. تيجي تسالني كمحمد مصطفى الاستراتيجيات الجديده ايه؟ اقول لك تعالى اديكوا كورس ببلاش فري، زكى عليا، زكى على نفسي وعليكم عشان تفيدوا الناس فعلا. وانا عاوز ان انا بنص، بلاش نص الاستراتيجيه والارقام اللي انتوا بتدفعوها كاعلانات او كبلوجر او الكلام ده. عايز اقول لك انا ممكن امسك ايتل دي بعد 5 سنين اخليها المركز الاول في العالم بده وبفضل الله. ايتل جبت لك ارضى شركه بتاعت موبايلات على وجه الارض، او اي كيو بده. معاك مفتاح ده خلاص، مش انتوا بتروحوا تصرفوا ملايين وعلى الحملات الدعائيه انا ممكن بربع الحمله اللي بتصرفوها اعلي لكم المبيعات بنسبه 100%. تحدي ورهان على الهوا. نبدا بقى ونقول بسم الله. فريم الومنيوم وبظهر زجاج والمعالج تعبان زي 7 زي الاليت 100 اللي هو بتاع هونر 600 لايت. لا، معايا الموبايل ده مميزات قوه وعيوب. نبدا بالمميزات. الشاشه بتاعت الموبايل ده بي اوليد 120 هرتز، توصل معاك بيك برايتنس ل 4500 نتس بيك برايتنس، ومعاك اتش دي ار 10 بلس، صح؟ هنا هيظهر لك على الشاشه دلوقتي الفارق لما بتيجي شاشه فيها بي ام دبليو او بي دبليو ام
او فليكرنج بمعنى صح بيحمي عينك. الشاشه كلها تحت ال 1000 هرتز، وده رقم ضئيل، بس مع السوفت وير اللي بيضغط على البطاريه وبيخلي البطاريه تفصل بسرعه، مع هو في 1000 تمام. والشاشه البي اولد بالذات او الاولد بتبقى فليكرجان بتاعتها قليله، فبتوصل الفليكرنج لضعيف جدا. تخيل انت بقى قاعد بتتفرج على الموبايل كل شويه مع شاشه زي دي بتاعت سامسونج، او شاشه بتاعت اوبو، او شاشه بتاعت ايفون، او شاشه، شفت عينيك عامله ازاي؟ وده اللي انا بقوله لك، اللي بيخلي ناس كتير تلبس نظارات، اطفال كتير بتتعب، مخها بيتعب لما بتمسك منها الموبايلات، بتتعصب وبتتجنن. مش عشان خاطر هي ادمنت التليفون، لا، عشان هي مصدعه من الموبايل. فالموبايل بقى ادمان، عايز اتفرج على الموبايل عشان عيني توجعني وبعدها اصدع، بعد كده اصرخ لما اخد منك الموبايل. طب ما الشركات كلها لازم تنزل الفليكري. ليه الشركات بدات؟ فلاج شيب بتاع شركات عالميه كانتش بتنزله، شمطناها، مسكنا الشركه هجبناها، شركات كتير هجبناها، نزلت الفليكرنج 2160 هرتز. طبعا بعد نص العام ولا العام كله الشاشه فيها اتش دي ار 10 بلس، وخطين نانو سيم وخطين اي سيم. الظهر تحفه، جلد بتصميم بفريم بلاستيك. تيجي تسالني من ايه وبقول لك الفريم بلاستيك ده عيب. طبقتين حمايه كورنينج جوريلا 7 اي، وطبقه حمايه اللي هي ال 810 دي، نص العام ولا العام كله. والشاشه كواد كيرف العام ولا العام كله، لو وقعت برضه حافظ عليها، هتلاقي سكرينه نضيفه وحافظ على الشاشه دي. الشاشه ممتازه، اديها 10 من 10 وارجع انزلها 8 من 10 بسبب الفليكرنج. الفليكرنج ده بالنسبه لي حياتي، انا بمسك التليفون كتير. معاك خطين نانو سيم وخطين اي سيم، وهنا في اشاعه بتطلع بيقول لك الموبايل بينزل من غير راس شاحن وبخط واحد. لا، النسخه الموجوده هنا او بعض النسخ الموجوده خطين نانو سيم وخطين اي سيم. 512 جيجا رام 12 بالسعر ده. عندك هنا منزل لك ال 16 لايت بكام، او 60 لايت بكام، عشان الناس بتتريق على 16 دي بكام. انا مش عاوز اكلمك انجليزي بيرفكت يا اسطى، انا بتكلم مع الناس ليه على الله، فما تعدلش على اللغه. بكام يا اسطى؟ 22000 جنيه. فلما يجي ينزل لك موبايل 512 جيجا رام 12 سرعه النقل يو اف اس 4.0، عظمه. وهنا معاك 3 سنين تحديثات اندرويد، وهو على اندرويد 15، ودلوقتي نزل له اندرويد 16. سنه الاندرويد بسنتين، ومعاه سنتين امان زيان بعدها. يعني انت مأمن نفسك بالميت قوي 5 سنين تحديثات من دلوقتي، 5 سنين تحديثات وتقف، هيقف على اندرويد 18. عشان توصل لاندرويد 18 وبعدها سنتين تحديثات الامان، 5 سنين. وفي شركات زي وان بلس بتيجي تقول لك ايه، انا وقفت على اندرويد مثلا 11، تبص تلاقيها نطت ل 16 لوحدها. حصل في اجهزه وان بلس، ونزلت له اندرويد 15 واندرويد 16، والتحديثات كانت وقفت. تحديثات مش ازمه ومش مشكله، بس ما اروحش اجيب جهاز معاه 7 سنين تحديثات اندرويد وهو عامل 25000 جنيه ومديني امكانيات موبايل ب 5000 جنيه. فهمت يا ماشيه ازاي؟ تيجي بقى تكلمني على الكاميرا، كاميرا تحفه، ومعالج بيلعب 120 فريم ببجي 10 من 10 بالسعر ده. دايمنستي 8350. غرفه تبريد فايبر تشامبر بالسعر ده، اللي نازله لك في الرينو 15، ونازله لك مش في الرينو 14، في الرينو 15، وفي الفيفو في 70. كاميرا اساسيه مستشعر سوني لايت 50 ميجا بكسل اللي هو السي 700 ال واي تي ده، وكاميرا تليفوتو، وكاميرا الترا وايد، وكاميرا 150 ميجا بكسل بتصور 4K 30 فريم. ايه بالسعر ده بيديك؟ ده بينافس الفيفو في 70 لايت في الكاميرا، وبينافس الرينو. وعاوز اقول لك حاجه، حتى اقول لك المي 15 تي برو روح هاته، اتنسف من السوق خلاص، ما بقاش ينزل ليست على البتاع. كل ما اقول لحد روح هاته يقول لي مش لاقيه. طب ما انا قلت لك كان موجود ب 35 وبقى 38000، لو لقيته هاته، ولو لقيته مستعمل لحد 35000 هاته. قعدت تقول لي لا احنا كده بنحب نقعد لاخر لحظه وبعد كده نندم على الاجهزه دي. والموبايل ده لقطه بيلعبك 120 فريم ببجي، ومعاك بطاريه 6000 ملي امبير، احنا سرقه 90 واط موجود في العلبه. هتشتري له سكرينه بس هات له سكرينه نضيفه، وشحن وايرلس 15 واط بالسعر ده. ايه اللي موجود بالسعر ده بيديك الامكانيات دي؟ تقييم الجهاز ده مليون من 10، مش 10 من 10، على 23500. زيه زي هونر 600 لايت. هتجيب هونر 600 لايت ولا تجيب 120 برو ببجي وكاميرات 4K اللي بيصور 1080 بالمشقلب؟ فهمت يا ماشيه ازاي؟ ان انا بحبك وخايف عليك. فمان فنان، بحبك في الله، لايك وفولو، صلى على النبي، ومع السلامه.